النبي صلى الله عليه وسلم مات في ضحى يوم الاثنين، يعني بتوقيتنا حاليا في تمام الساعة 6 أو 7 صباحا، حين اشتدت الشمس. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يوما كاملا. وفي يوم الثلاثاء غسلوه وكفنوه وجهزوه. يقول علي بن أبي طالب: اختلفنا في كيفية تغسيله صلى الله عليه وسلم، كيف نغسله؟ أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم ماذا نصنع؟ يقول علي: فبينما نحن بجوار رسول الله في حجرته وعندنا الماء، إذ ألقي علينا النوم والنعاس، حتى إن لحية أحدنا إلى صدره. ثم كلمهم رجل من ناحية البيت من خارج الحجرة النبوية الشريفة، يسمعون صوته ولا يعرفونه من هو. يقول: فسمعنا هاتفا يقول: غسلوا رسول الله من فوق ثيابه ولا تجردوه. فغسلناه. غسله العباس بن عبد المطلب، وولداه الفضل وقثم، وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العباس وولداه الفضل وقثم يقلبون جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة وشقران يصبان عليه الماء، وكان علي وعلي من العلو كان يقوم بتغسيل الجسد الشريف ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وكانوا يصبون عليه الماء من فوق القميص، فلم ير من رسول الله كما يرى من الميت. يقول علي بن أبي طالب: ونظرت لأجد ما يخرج من رسول الله كما يخرج من الأموات، فلم أر شيئا، وشممنا طيبا ما شممنا مثله. وكانت الحجرة النبوية الشريفة كأنها تحفها الملائكة. وهنا سؤال: أين ذهب ماء غسل النبي؟ والجواب: لم يثبت شيء عن الصحابة في ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب: ثم كفناه في 3 أثواب بيض سحولية نسبة إلى قرية في اليمن من كرسف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة.